فادي عضلات فيديو جديد. النهارده يا جماعه جايب لكم بقى اكله انا مش عارف اوصفها ازاي، يعني لو هقعد اقول فيها شعر من هنا للصبح مش هعرف اديها حقها. انا طبعا كل فيديو يا جماعه بتسمعوا نفس الكلام، بس انا صراحه بشارك معاكم الحاجات اللي هي الجامده قوي، بشارك معاكم الحاجات اللي انا بحبها قوي قوي قوي. قبل ما بس تعمل لايك، اشترك في القناه مش مشترك. بصوا يا جماعه الاكل بقى النهارده عباره عن ايه، مش عارف اسميه ايه. اقول مثلا فاكهه السمك المقلي، ما هسميها اقول ايه، الغطيان يا جماعه، غطيان موسى يا جماعه. مين ما بيحبش غطيان موسى؟ غطيان موسى يا جماعه، السمك ده انا بعشقه جدا جدا جدا، رغم ان هو سمك ما هوش لحمه تخين او كده، ما هوش زي الفوارغ وما هوش زي السمك الفيليه والكلام ده كده، ولكن طعمه حاجه كده توديك حته تانية، توديك حته تانية. افرجكم بس الاول على الحلويات. ده يا جماعه لازم اوريه لكم من فوق عشان تشوفوا الصوره الحقيقيه عامله ازاي. بصوا يا جماعه، بصوا لونه، اوف 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 اوف. بصوا انا هقول ايه بس هقول ايه على الجمال، هقول ايه على الجمال وعلى الحلاوه. مش عارف اوصف الجمال والحلويات دي يعني. بصوا بقى يا جماعه، الرز اللي بالشعريه ده لوحده عشق، ده في حته تانية يا جماعه. بصوا اصلا المنظر عامل ازاي، يعني حاجه تفوق الخيال، حاجه تفوق الوصف، حاجه تحفه. طبعا بقى سمك مقلي من غير طحينه ما ينفعش، يعني ده حاجه، دي الف ب سمك مقلي. يعني بصوا الطحينه نفسها عامله ازاي، بصوا عامله ازاي. شايفين يا جماعه الحلاوه، شايفين يعني هقول ايه بس. دي اكتر واحده متحمره فيهم. بصوا يا خبر، بصوا التحميره عامله ازاي. يعني انا يا جماعه اقول لكم حاجه بصراحه، انا بحب السمك المقلي اكتر من المشوي. ليه بقى؟ لان انت بتفصص وتاكل على طول، مش لسه بقى هتقعد تقشر والحوارات ديت. فاهمين يا جماعه؟ ما عدا برضك السمك المشوي، يمكن اكتر حاجه بحبها اللي هو السمك اللي بيبقى مشوي على الجريل. لو تفتكروا اللي كنت بجربه من المطاعم، ليه؟ لان مشوي على الجريل بيتاكل زي ما هو كده، ما بيتقشرش. انما الشوي العادي اللي هو بتاع الفران بقى، اللي بتبقى القشره السوداء وكده، هي دي اللي ايه، يعني مش بفضلها قوي، تقعد تقشر بقى وحوارات وكده. احب الانجاز انا على طول يا جماعه. طلع في حته بطارخ بس ايه، صغيره قوي. انا على فكره يا جماعه البطارخ بقى بتاعت السمك المقلي دي في حته تانية، في حته تانية. لان يا جماعه بطارخ السمك المقلي بالذات مش عارف اوصف لكم جمدانها، يعني تبقى عامله ازاي. بصوا اللحم الابيض، بصوا اللحم الابيض، حاجه يعني سيمه. وبعدين طبعا يا جماعه سمك مقلي يعني طحينه، ما ينفعش تقول لي سمك مقلي يبقى معاه سلطه. لا مؤاخذه معلش بقى، تبقى انت كده مش بتفهم في الاكل. اسال الخبراء اللي زيي. هاخد دي، اوف، وده ديت بقى. بصوا يا جماعه، ملحمه جامد. بصوا، اوف، جامده. بس دي يعني بتفتفت كده وانا بطلعها، مش بتطلع شرايح على بعضها. اللي من ورا، لا اللي من ورا هو اللي بينفع يطلع شرايح متواصله اكتر، لانك بتكون بقى ايه، بتشيل شريحه الشوك كده. فيعني الى حد ما، يعني فاهمني. اقول لكم حته فنيه صايعه من ابو الفدافيك تخليك تستمتع اكتر وانت بتاكل السمك المقلي. خدوا دي بقى، فصص لك واحده 2 وكلهم، وبعد كده تقوم تفصص تاني. ما تفصصش كله مره واحده، ليه؟ عشان تفضل تستمتع وانت بتاكل. انت السمك المقلي اصلا يا جماعه وانت بتفصصه كده بيبقى فيه متعه كده خاصه، فاهمني؟ فما تقومش ايه مفصص السمك مره واحده ورازعه على الرز وتاكل على طول، حتى اصلا هيعمل لك زحمه فوق الرز وهتبقى مش عارف تاكل اصلا. خليك ذكي وانت بتاكل السمك المقلي واعمل زي كده. بص انا فصصت 2 بس، ولما اخلصهم افصص تاني. بصوا يا جماعه المنظر عامل ازاي. يلا نبدا بقى. حماس يا جدعان، حماس. طعمه وهم. ده لازم الطحينه، لازم. بصوا يا جماعه انا عامل الطحينه النهارده ايه، مش متخنها قوي، مخففها سنه عشان تبقى ألذ كمان. يعني انا بحب الطحينه تبقى تخينه، بس ساعات بحب ايه، ان هي تبقى مش تخينه قوي. بصوا كده، بتبقى جميله برضك. انما الخفيفه خالص دي اللي تحس ان الطحينه عامله زي الشوربه، لا ما بحبش اعملها كده خالص. واو يا جماعه، واو.
لا بجد يا جماعه السمك ده طعمه تحفه تحفه. يعني انا اكلت خدي معايا. ايه ده؟ انا بتاع الحاجه القديمه ده. والله كنت مفتقد النهارده في الفيديو، لازم يعدي لازم. الغريب انه ما بيعديش الا ساعه ما اعمل الفيديو. انت مش عرفك يا جدع. ده ايه ده؟ عايز اصور يا جدع. بجد بجد حاجه وهم. يا جماعه اشتركوا في القناه عشان اعلمكم في الاكل. سمك مقلي ما ينفعش معاه سلطه خضراء، سمك مقلي لازم معاه طحينه. اسمعوا بقى يا جماعه، اسمعوا النصايح بتاعتي، عشان انا واحد بفهم جامد في الاكل يا جماعه. فانا لما بقول لكم النصيحه خدوها خلاص ثقه، جرب على طول، جرب على طول هتتبسط هتجيلي تاني في القناه، هترجع تكتب لي تقول لي يا فادي تصدق عندك حق، الطريقه بتاعتك دي انا اتمزجت منها جدا. ايوه يا جماعه. بس برضك خليك ناصح وانت بتحط الطحينه، ما تحطش كتير قوي. ليه؟ لان الطحينه كتير قوي هتخليك تشبع، مش تقدر تاكل السمك نفسه والرز. حط بالعقل، حط يعني حبه كده صغيرين. شوفوا هفصص بقى تاني، فيبقى ايه وانت بتاكل كده تقعد تستمتع، مش تقوم مقشر لي كله مره واحده. خليكم ذكيين يا جماعه في النقطه دي يا جماعه. الاكل ليه فنون يا جماعه، الله يكرمكم، الاكل ليه فنون يا بشر. وهفضل اكرر الموضوع ده دايما، وهفضل اكد عليه دايما. ايوه الاكل ليه فنون، مش اي حاجه، مش اي حاجه. عشان تتست الاكل صح، عشان تتذوق الاكل صح وتستمتع بيه، لازم تسمع التعليمات اللي انا بقولها لك. مش تعليمات، معلش مش تعليمات، اصل هو الاكل برضك اذواق، يعني طريقه الاكل اذواق. بس قصدي ايه اللي هو تسمع اقتراحات اللي انا بقولها لك، جربها وهتشوف. بصوا يا جماعه الفص ده، بصوا الفص ده عامل ازاي، ولا كلمه ولا كلمه. انتوا عارفين يا جماعه في الشتاء بالذات، هقول لكم ايه، بس في الشتاء بالذات والاكل بيبقى عايز يتسخن باستمرار. يعني السمك ده مجرد ما اتقلى خلاص وخلص، برد بسرعه جدا. فالاحسن حاجه ان انت في الشتاء بالذات اللي هو اثناء ما السمك بيتقلى طلع وكل عقبال ما الباقي يتقلى، يفضل الاكل سخن طول الوقت. بس طبعا هي بتبقى صعبه، يعني لان ساعات السمك بيتقلى مره واحده، انتوا فاهمين بقى وكده. بس هو في الشتاء بصراحه الشتاء يعوز كده يا جماعه، الاكل لسه معمول وبرد في كلمه ونص. خدوا بالكم حتى الطحينه نفسها ليها اصول. يعني مش معنى ان انا احب الطحينه تخينه يبقى دايما اعملها تخينه، لا، الطحينه لها اصول. لما ابقى مثلا بعمل سندوتشات جمبري، فعشان الطحينه تمسك جوه السندوتش، تبقى ماسكه نفسها وما تميعش كده فاهمني، لازم تبقى تخينه قوي، لان بحطها في سندوتش وباكل. والا هتقعد بقى الطحينه لو ميه هتقعد بقى
تتسرب من تقع من السندوتش كده وهتبقى لحواسه. انما وانت مثلا بتاكل سمك يبقى الطحينه تخينه بس نص نص، يعني خفيفه سنه عشان تستمتع بيها. ولو تخينه برضك هتبقى معقوله برضك، مش وحشه. انما مثلا لو انا باكل طعميه بقى، طعميه بالذات يا جماعه حلاوتها الطعميه بالذات. بس انا على فكره بحب الطعميه اللي بتتعمل في البيت اكتر من طعميه المحلات بصراحه. بتبقى طعميه المحلات كانت بتبقى فاتحه كده وغريبه وتلاقيها ساعات محجره كده. انا بحب الطعميه اكتر اللي بتتعمل في البيت. تمام. تخيل بقى طعميه سخنه وقمت انت كابب عليها طحينه خفيفه. هو طبعا يعني عشان بس هيبقى عندكم تناقض كده، اللي هو ايه، هتقولوا طب ما انت هتاكله يا فادي في سندوتش والطحينه خفيفه هتكب من سندوتش. لا، ما انت خفيفه بس ما تحطش كتير. هي حلاوتها بتبقى مع الطعميه بالذات لازم تكون الطحينه خفيفه، بتبقى اطعم بس ما تحطش كتير عشان ما تبهدلش الدنيا. دي يا جماعه انا انا بدون مبالغه انا بقول لكم خبراتي في الاكل يا جماعه. فاسمعوا بس كلامي وجربوا. انا مش بفرض عليك رايي. جرب وشوف وهترجع تقول لي، وانا واثق وهترجع تقول لي ايوه فادي انت عندك حق. ونصيحه، الرز لازم يبقى مفلفل. يعني الرز ده مش مفلفل قوي معجن شويه، لا، اللي يديك استمتاع اكتر الرز المفلفل بيبقى جميل. في ناس كتير يا جماعه بتطلب مني الفيديوهات البيتي ديت يعني عليا ليكم يا جماعه وهكتر لكم منها ان شاء الله. على فكره في كمان سمك السيوف شبه غطيان موسى، بس غطيان موسى بيبقى فيها لحم اكتر، السيوف بيبقى لحمها ارفع. بس السيوف دي بقى ما بتبقاش سمك صغير زي ده كده، لا دي بتبقى سمكه طويله بتوصل احيانا لمتر. تخيل سمكه متر، ايوه السمك بيبقى بالمتر ويتقطع بقى جزل. بصوا يا جماعه الفص وجمال يعني هقول ايه. لا الغطيان في حته تانية. وعلى فكره يا جماعه مره جبت من سوبر ماركت سمك مجمد كده، كان فيليه، لقيت طعمه مقارب جدا للغطيان، بس طبعا لحمه كان ادخل. هو طعمه كان حلو بس طبعا مش زي السمك لما يبقى طازه. السمك لما يبقى مجمد مش زي ما يبقى السمك طازه وكده يعني، حتى كان بيتفتفت وكده، فاهمني؟ بس في فعلا اسماك فيليه بتبقى مقاربه جدا للغطيان. طبعا يا جماعه لو في اهالي بتتابعني وولادهم اللي هو ايه، في عيال لا مؤاخذه يعني اللي هو مش غاوي اكل، معرفش ازاي يعني، اللي هو تحط قدامه الاكل مش عايز ياكل، مش مالوش نفس، ما تعرفش ازاي. حتى لو جعان تلاقيه كده اكل حاجات بسيطه. في ناس كده ما تعرفش يعني انا ما بعرفش ده ازاي، بس في ناس كده. فهو حتى الاهالي بتبقى مش عارفه تعمل معاهم ايه يعني، حتى يعني بيجيبوا لهم اصلا الاكل اللي بيحبوه برضو مش بياكلوه. فاللي هو بيبقوا محتارين معاهم بجد، مش عارفين يعملوا ايه. بيبقى العيل معصعص كده ومش وابوه مش عارف يعمل معاه ايه. تمام. الحل عندنا افتح لهم الفيديوهات ديت وبس وهتلاقي يعني شهيته هتتفتح على الاخر. بس في ناس مش عارف، في حد مره كتب لي انا فتحت الفيديو لابني، هو ما بيحبش يعني، هو من النوع دوت، هو من النوعيه ديت اللي هو ما بيحبش الاكل وكده واكلته بسيطه. ففتحت الفيديو لابني حلف مواكل خالص مش عارف والله. مره واحد كتب لي كده فانا استغربت، يعني ازاي يا جماعه الفيديوهات دي المفروض ان هي بتفتح شهية الاولاد على الاكل، فانا ما اعرفش ازاي يعني، ما اعرفش ازاي ده حصل يعني، مش عارف. جربوا بس وهتدعوا لي. اخر واحده بقى، مع ان يا جماعه انا كنت ناوي ان انا اعمل رجيم عشان اخس. انتوا عارفين انا بعمل عضلات الايام دي،
بس مش قادر اقاوم السمك المقلي بصراحه. انا باكل الشوك من حلاوته، باكل الشوك. لا لا، حاجه تحفه تحفه قوي 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 يعني. عارفين ده بقى لو مع رز هندي يا سلام. في رز بقى بيعملوه المطاعم بيليق قوي مع المأكولات البحرية والسمك بيبقى جامد قوي، اللي هو الرز الأصفر اللي ساعات فيه بيعملوه بالسي فود، يقول لك رز سي فود. الرز الأصفر دوت هو بيبقى رز أبيض عادي زي ده كده، بس بيبقوا عاملين عليه خلطة بتخليه أصفر. ساعات يعني بيبقى كاري وحاجات كده. المهم يعني ده بيبقى جميل برضك مع السمك المقلي، يبقى تحفة يعني. بس طبعا الحاجات دي عشان تعمل في البيت بتبقى صعبة يعني وكده. مش صعبة بس بتاخد مجهود يعني. لا 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 لا، حاجة. انا من حلاوته انا شفت الطبق ما قدرتش. بس كده يا جماعه الفيديو خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنوني فيديو جديد، سلام.